يلا تعالوا نسوي أطيب وألذ تمن تاكينة على الإطلاق. بما إنه ملينا من الأكلات العادية والتمن والمرقة، فحبينا نغير اليوم نسوي تمن تاكينة على طريقتي. راح أحتاج طن من الجزر ثرمة، وطن من البصل، وطن من اللحم. لا تشاقت ولا تسوون طن مثلي، بس احنا ككون عائلة هواي فسويت من كل شي طن. صدقون كلش سريعة وما تاخذ وقت. مثل ما شفتوا خليت قليل من الزيت، لا هواية مو قليل، وخليت البصل تكرمل. من وصل لهاي المرحلة ضفت اللحم. راح ابدأ احمس اللحم لمدة 10 دقائق واضيف الجزر. من ينحمس زين ويوصل لهاي المرحلة ضيفوا الجزر. قليل من الخل راح يخلي اللحم كلش طري. البهارات اللي استخدمتهم ماجي ظرفين، هنا بهارات المدرات، دارسين ونوم وبصرة وبرياني. هنا ضفت مي حار على مود ينسلق اللحم بصورة صحيحة. والجزر هنا شفتوا اللحم وياي صار تمام التمام، والجزر تقريبا ما خليته يستوي على مود لا ينمرد استواء كامل. ضفت البهارات شوية حمستهم، وضفت التمن وخليت المي يغطي التمن. وأكيد ما ننسى الملح، ونقبقه ونخلي التمن يعيش حياته. ووصلنا لأحلى مرحلة إنه خلص التمن وكل جوعانين، الريحة والطعم يجنن، ضروري تجربونه. وإذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون تخلون لايك وكلام حلو مثلكم. أشوفكم فيديو ثاني، مع ألف سلامة.